وبركاته حبايب قلبي في الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي انا جايبه لكم كيس الصابون التاني اللي انا كنت بقول لكم ان انا مش برتاح له، بس اهو ابتديت ان انا اعمله لان هو دلوقتي اغلبه اللي موجود في السوق. يلا نجرب هنعمل ايه. هو 8 لتر اهو يا حبايب قلبي، ونشوف فعلا هيطلع حلو ولا ايه، وهنوفر منه ولا لا. هنوفر منه كتير. انا بصراحه انا كل فتره بعمل الكيس ده احسن ما بجيب دلوقتي ايه كيلو الصابون معدي ال6 جنيه وكل ده ما بيكفيش، واحنا طبعا المواعين والكلام ده كله بنحتاج ايه للغسيل كتير والنظافه والكلام ده كله. يلا نشوف هنعمل ايه يا حبايب. معايا كده، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها هندلق الميه. ماشي يا حبايب قلبي، دول ازايز ايه دي لتر، قول 2 لتر. ماشي، دول 2 لتر. احنا هنعمل 8 لتر يا حبايب قلبي. ماشي، اعملوه جربوه اوفر واحسن ونضيف، وانتوا عارفينه انتوا عاملينه ازاي عشان خاطر احنا الصابون ده بصراحه يعني بنستهلك كتير. اكيد في المطبخ بتستهلكي ايه صابون كتير. وادي 2 تاني اهو يا حبايب قلبي. ماشي، انا هحط 4 الاول وبعد كده هنحط ال4 التانيين، وممكن تحطي 10، دي ترجع لك انتي. انا عن نفسي عادي مش فارقه معايا، انا بحط لان هي انا مش بحبه ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. ماشي يا حبايب قلبي، بالله عليكم ما تنسوا يا حبايب قلبي تدعمونا كده، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايبي. ماشي، خليكم بقى معايا وهنرجع ايه لكم تاني. هنفتح الصابون بتاعنا اهو يا حبايبي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف ايه مع بعض جواه. ده عبارة عن كيس واحد بس اهو اللي جواه، معهوش ولا لون ولا معاه اي حاجة خالص. ماشي حبايبي، ولا ريحة ولا كده، بس هو تقريبا كله في قلب الكيس دوت. يلا نفتحه كده مع بعض ونشوف ايه هنعمله ازاي. بسم الله. اهو يا حبايبي، حاولي تنزلي كل اللي فيه، اوعي تسيبي فيه اي فتفوته حتى، كله عايزينه اهو. جيبي الكيس كده اهو ونزلي كله اهو. لا شكله حلو يا حبايب قلبي، والله جربوه. اي كيس صابون بيتعمل في البيت بيبقى حلو، مفيش حاجه اسمها اهو موفر حتى ايه لينا في المصاريف الغاليه اللي احنا بقينا فيها ديت. بقت صعبه قوي المصاريف علينا، الحمد لله طبعا، ربنا يكرمنا جميعا. ماشي، هنمسك بقى الايه العصايه بتاعتنا الجميله. يلا بسم الله، نفضل نقلب. انتوا طبعا عارفين التقليب المستمر. اوعي تعبيه في الازايز او الجراكل بتاعتك غير لما تحسي انك انت ضربتيه مره واثنين وثلاثه بالعصايه. ايوه انا عايزاكم تضربوه كده وتديله علقات كل شويه تديله علقه لغايه لما تحسي ان هو ايه بقى تمام وزي الفل وايه وتجانس كله مع بعضه اهو يا حبايبي. هو ده هيبقى لونه اصفر اهو. هنفضل نقلب كده. ماشي، وحطيه على جنب لمده ساعتين. بعد ما تفضلي تقلبي كده حطيه على جنب وسيبيه، تفضلي رايحه جايه عليه في خلال الساعتين الثلاثه اللي انت سايباهم دولت على جنب. تفضلي تعملي كده بالعصايه اهو. ماشي، وتريحي ايدك شويه كده لان ده لازم عشان ما يسودش صوابع الايد ولا يتعب الايد والكلام ده كله، وعشان كمان ما يبقاش ريحته مكمكمه في الازايز. عشان اسمعوا كلامي والله، عشان تعرفوا المعلومه دي حلوه جدا يا جماعه، ان انتوا تفضلوا تقلبوه قبل ما تعبوه في الازايز او الجراكل عشان ما يكمكمش منه. اهم حاجه في الصابون انك انت تفضلي تضربي فيه كده اهو. كل ما تضربي فيه كده كل ما يتجانس معاكي ويبقى حلو جدا. وتسيبيه خالص لغايه لما تحسي ان الرغاوي اللي هي اللي على الوش دي نزلت
خلاص بعد كده تروحي ايه ضرباه ضربتين تاني، تفضلي تضربيه كده ايه لمده ساعتين 3. وبعد كده يا حبايب قلبي هنعبيه في الايه في الازاز بتاعتنا او الجراكل اهو. انا طبعا عشان اعرف اقلبه مرضتش احط الميه بتاعتنا كلها اهو. نفضل نعمله كده اهو. لا ريحته حلوه واللون بتاعه حلو جدا. ماشي يا حبايب قلبي، هنسيبه بقى كده ايه. هرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم بعد الساعتين اوريكم شكله بقى عامل ازاي. خليكم معايا. شايفين بقى يا حبايب قلبي لما سبته، انا ما سبتوش الساعتين بالظبط، قلت عشان ارجع اوريلكم الميه اللي هننزلها بقيه الميه بتاعتنا. ماشي، عشان احنا حطينا نص الميه بس كده. هننزل بقى ببقيه الميه بتاعتنا همت ال4 لتر. عايزه تعملي 10 عايزه تعملي 12 بيعمل معاكي وبيرمي معاكي كتير، مش ما تقلقيش يعني. ماشي يا حبايب قلبي، انا قلت برضه اوريكم عشان ما تقولوش ان انا ايه ما حطيتش الميه كلها. لا انا حبيت ان انا اعمل دولت الاول وبعد كده لما يهدى خالص انزل بالميه بتاعتنا تاني اهو. نسيبه بقى كده نقلبه بقى بعد ما الميه كده خلاص حطيناها هي بتاعتنا. شايفين الجمال بتاعه عامل ازاي؟ انا المره دي مش هحط له ولا جريسلين ولا هحط له اي حاجه خالص، هسيبه كده زي ما هو خالص ونجربه اهو يا حبايب قلبي. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر عامل ازاي اهو؟ بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال بتاعه والتقل بتاعه عامل ازاي. شايفين يا جماعه؟ شايفين اهو. جربوه والله الطريقه دي هتعجبكم جدا، وحلوه الاكياس ديت موفره جدا لينا، لان احنا دلوقتي شايفين الغلا بتاعنا عامل ازاي. فالصابون اهوت، لان احنا طبعا في ربات المنزل كل الناس كلنا بنستعمل الصابون السائل ده اهو كلنا. طبعا المطابخ الحمامات كله بيستعمل الايه الصابون السائل ده يا حبايب قلبي. ويا رب بس تكون الطريقه بس ايه اللي انا عملتها لكم كده سهله، تكون ايه عجبتكم يا حبايبي او جربوها. وما تنسوناش بالله عليكم في اللايك والشير وسبسكرايب. ما تنسوش تدعموني وما تنسوش تدعوا لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في الله.